السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم كيك رولي، ولكن بنكهه مغربيه زوينه، بعيدا عن الكيك رولي اللي كيدار بالشكلاط. وكتجي واحد الجنواز اللي هي سهله وبمكونات اللي هي بسيطه. نبداو على بركه الله. بمكونات: درت قبيصه ديال الملح اللي ضفت ليها 4 حبات ديال البيض، وغنضيف ليهم 5 ملاعق كبار ديال سكر سنيده. يعني كلشي بالعباره. ها نتوما كتشوفوا معايا كنعبر لكم 5 ديال المعالق بالضبط، ونديرهم هكا على داك البيض ديالنا. وغادي نخلط كلشي بالطراب الكهربائي حتى كيتضاعف لنا الحجم ديال البيض، وكيولي لنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. يعني هذا الجنواز ماشي بالضروري اننا نفصلوا البيض نضربوه بوحدو عاد نديروا اصفر البيض. كديروا غير بهذه الطريقه هذه وكتستقلكم زوينه من اول تجربه. هنا غادي نضيف من بعد ما طربت البيض مزيان غنضيف 5 المعالق كبار ديال زيت نباتيه. كيف ما شفتوا معايا 5 المعالق كبار ديال سكر سنيده، 5 المعالق كبار ديال زيت نباتيه. كنعبر كلشي هكا وكنبدا كنضيفو بالتدريج. وغادي نضيف من بعد 5 المعالق كبار ديال الحليب يكون دافي. هاد الكيك هذا راه كدير فيه 5 المعالق من كل حاجه وكيجي زوين. هنايا ضفت نص ملعقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال سكينجبير طري اللي هكا قبطوه حكيتو بالحكاكه رقيقه وكتضيفوه مباشره. وغادي نضيف حبه ديال الجزره محكوكه حكيتها في الجهه الرقيقه وعصرتها من داك الماء اللي كيكون فيها. يعني ضروري كتلق لكم شويه ديال الماء وعاد ضيفوها المكونات الاخرى. غادي نضيف هنايا درت شويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز اللي هكا غير مسحتهم وطحنتهم القشره ديالهم. تقريبا عندي هنايا واحد 50 غرام ديال ما بين اللوز والكركاع. الا عبرتوه بالمعلقه راه يعطيكم تقريبا واحد 5 المعالق كبار ديال اللوز والكركاع اللي طحنتهم كما قلت لكم بالقشره ديالهم تكولي بداك الطريقه هذيك. وكتضيفوه المكونات الاخرى. هنا غادي نضيف 5 المعالق كبار ديال الدقيق الفورس، نوعيه جيده. انا غربلته من قبل وغنعاود نغربلو ضروري هكا باش الكيك ديالكم كيجي ناجح. صافي غادي نضيف هذوك ال5 المعالق نغربلهم، وعاد نضيف ليهم يعني كيس واحد ديال خميره الحلويات ما يعادل واحد 7 غرام. صافي هنا غادي نخلط هاد العناصر غير بالطراب اليدوي. كيكون القوام ديال الكيك بحال هاد الشكل هذا. كنجيب هنا واحد اللاطه. انا هنا عندي لاطه شويه كبيره، عندي فيها 45 على 30، 45 في الطول. وممكن ديروها في مول اللي يكون اولا في لاطه اللي تكون يعني صغر من هادي. غير غتجيكم الجنواز غليظه شويه على هذا السمك اللي غيجيني انا. في هذه الاثناء انا راه مشعله الفرن سخون، يعني غادي ندخل اللاطه ديالي غادي نحسب ليها 15 دقيقه بالضبط. كدوز 10 ديال الدقائق على نار اللي هي متوسطه كنشعل عليها من التحت، و5 ديال الدقائق كنشعل عليها من الفوق باش تحمر. الجنوازه اللي هي هذه من بعد ما طابت كنديرها على ورق طبخ يكون يعني واحد اخر، وكتشوفوا معايا كيجي بهذا الشكل هذا وراه كيجي رطيب وكيعطي داك الريحه ديال القرفه مع داك عندك العناصر اللي درنا. صراحه كيجي واحد الكيك اللي رائع وزوين بزاف ومختلف على الكيك اللي مولفين كنديرو. صافي هنا غنديروا ليها ونخليها حتى تبرد شويه عاد ندير ليها الكريم شونتيي. هنا كنوجد الكريم ديالي. عندي هنايا علبه ديال الكريم شونتيي اللي بارده. من الافضل انكم كنتو غتخدموا بها في ديك الوقيته تكونوا دايرينها في المجمد باش هكا كطلع لكم الكريمه ديالكم زوينه. ضفت عليها 2 كؤوس ديال العنبه ديال الحليب بارد، 2 كؤوس بالضبط. ممكن ديروا نصف لتر كامل. هنا غادي نخلط كلشي يعني نطلع الكريمه ديالي بالطراب الكهربائي حتى كتعقد لينا وكتحصلوا على كريمه بهذا الشكل هذا. ممكن ديروا يعني كريم باتيسير، ممكن توجدوا هكا كريم غير في الدار. وحتى هذه كيكون المذاق ديالها زوين بزاف. كتجي عاقده وبهذا الشكل هذا تقريبا شي 10 دقائق وانتم كتطلعوها بالطراب الكهربائي. هنا يعني قسمتها في النصف، واحد الجزء غادي نزيد ليه واحد ياغورت كراميل وغادي نخلطها وشويه غادي نخليه كيف ما هو. صافي الكريمه ديالي هي هذه. من الافضل ان الياغورت اللي غتضيفوه يكون حتى هو بارد.
صافي الكيك ديالي او الجينواز ديالي من بعد ما ارتاحت وبردات ليا شي شويه غادي نطلقها. تحاولوا تطلقوها يعني غير بشويه وما تخافوش منها، راه ما غاديش تكسر لكم وغادي تبقى في القوام ديالها. هنا جبت واحد شويه ديال الحليب، ضفت ليه ملعقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان. غادي نسقي به الكيك ديالي، واخا هي صراحه ما تحتاجش تسقى لانها كتجي رطيبه بزاف. صافي كيبقى اختياري، ممكن تسقيوها غير بالحليب فقط. وغادي نضيف الكريمه ديالي اللي ضفت ليها دانيت كراميل. ممكن ديروا اي نكهه اللي بغيتو، ممكن ديروا يعني دانيت شوكولا. انا جبت شويه ديال الكركاع اللي قطعته هكا صغير وغادي نديرو فوق الكريمه ديالي. وكيبقى اختياري، ممكن ديروا شويه ديال اللوز مقطع صغير اولا ديروا الكركاع هكا، المكسرات اللي كتبغيو نتوما. صافي الكيك ديالنا هو هذا. غادي من بعد ما نضيف داك الكركاع غادي نحاول انني نروليها غير بشويه باش تبقى يعني محافظه على الشكل ديالها. صافي هنا غادي نجمعها وغادي نكمل ليها التزيين ديالها في الاخير. هانتوما كتشوفوا، شوفوا غير اللون ديال داك الكيك ديالنا، حيت فيه الجزر وفيه داك القرفه، اللون كيجي محمر وزوين بزاف. وكيف ما قلت لكم خدات ليا 15 دقيقه في الفرن، في الفرن ديال الغاز. شعلت يعني كان سخون من قبل ودخلتها طابت من الاسفل وحسبت ليها 10 ديال الدقائق، عاد شعلت عليها من الاعلى باش تحمر ليا. هنا كنجيب داك الكريمه اللي خليتها هكاك بيضه وغادي ندير نزين الكيك ديالي غير هكا، غير بسباتول كتقادو داك الكريمه هذيك. المهم الزين راه كيبقى اختياري، كل واحد و داكشي اللي عنده في الدار ديالو وداكشي اللي موجود كتزينوه به. ممكن تخليوها غير هكاك راه كتجي الكيك زوين بزاف. هنا خديت واحد دانيت كراميل، ما يكونش في الثلاجه من الاحسن باش يكون هكا يعني يساعدكم ديروه هكا واحد الخطيطات. درت انا في هذه القريعه هذه ودرت به خطيطات صراحه جاو زوينين. وصافي خديت واحد شويه ديال اللوز كراميليزي، اما كتاخذوه هكا واجد اما كتوجدوه في الدار. وكان هذا هو الكيك ديالي من بعد ما وجد. ضروري تخليوه يبرد مزيان عاد تقدموه، كيجي زوين بزاف. يعني واخا نشكر لكم انا، خاصكم ضروري تجربوه وتجربوه بهاد المكونات اللي درت وتعرفوا يعني المذاق. علاش كنهضر، المذاق رائع بزاف ديال ديك القرفه مع سكينجبير مع المكونات كامل اللي درنا، جا زوين وهشيش ورطيب. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. نتمنى تشجعوني وتكونوا ديما على خير وبخير وسنه سعيده. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق وداكشي اللي كتمناو نتوما وعائلتكم ان شاء الله.